دموع الفرحة سيدتي. دموع الفرحة، دموع كل شيء. أنا يعني من زمان كم مرة انتظرنا أننا نفوز، ولكن كانت عوائق. الحمد لله، وإن شاء الله الكأس لينا إن شاء الله. إن شاء الله. حلم مشروع، حلم مشروع. Where is Ronaldo? So, where's we eat him? He is in my belly. I eat him. أن نصيري أحسن من رونالدو. نصيري أحسن من رونالدو. ورونالدو وينه؟ كسرنا عينه. Morocco is gonna get the World Cup. Morocco is going to win the World Cup. 2.78. تفضل. اسمح لي عندي سؤال واحد. وينك يا رونالدو وينك؟ وينك يا رونالدو؟ إذا السؤال اليوم في الدوحة، أين هو رونالدو؟ بعد السعودية أين هو ميسي؟ جاء دور أين هو رونالدو؟ هذه أصغر مشجعة للمنتخب المغربي. مساء الخير. يا رب المغرب يفوزون. كيف فرحتي اليوم؟ اي وايد. أنت منين؟ أي بلد؟ قطر. فرحتي على المغرب؟ ايوه. مبروك. إذا اجتماع عربي وراء أسود الأطلس اليوم، والهدف هو بلوغ النهائي. المنتخب المغربي لم تبقى له سوى مقابلتين فقط. عثمان، هل يمكن أن تكون الكأس عربية في هذا المونديال؟ بالفعل الكأس عربية، ولم يبقى سوى 180 دقيقة ليبقى الحلم قائما. مباراتان بالنسبة للمنتخب المغربي حتى يحدث المعجزة ويكون أول منتخب عربي يصل إلى النهائي أولا، ولم لا التتويج باللقب. الأنصار يقولون إن شاء الله مربوحة، والجميع هنا كل العرب وراء أسود الأطلس. إن شاء الله ديما مغرب إن شاء الله فيناليست. وي ويل بي وين. اول فرقه عربيه مسلمه ان شاء الله غادي تدي كاس العالم. ديما المغرب. كل العرب التحدي. ديما المغرب. نحن دائما ما ننزلوش رجلينا في الارض، احنا ديما ان شاء الله مربوحه ونربحوا الارض. الان من تفضلون منتخب فرنسا وانجلترا؟ واخي نحن في المغرب، خلينا في الفرحه ديال اليوم. مغرب اليوم المغرب شرف كل العرب، والله العظيم شرف كل العرب. الحمد لله. انت منين؟ انا من المغرب. إذا كل هذه الكلمات للتعبير. سيدة أخرى. الله يا رب. مبروك سيدتي. العالم يا رب. مبروك علينا جميعا ان شاء الله، ونتمنوا الفوز ان شاء الله. هل كنتم تنتظرون التأهل لدور نصف النهائي؟ عندنا ثقة في المنتخب ديالنا، عندنا ثقة فيه واثقين فيه ان شاء الله، وعندنا مدرب يعني في شكرا سيدتي. شكرا. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله كنشكروا المنتخب الوطني على هذا الانتصار هذا، وباقي طامحين كما كيقول لك الكراكي، باقي جيعانين، باغي الكاس. هذا العام هذا باغي نخليوه في التاريخ، الكاس ولا غير. وان شاء الله اللي طاحت معنا لا فرنسا لا انجليز قادرين ننتصروا عليها، حيت المغرب تاع المفاجات لهذه السنه هذه. اي فريق اي منتخب ننتصروا عليه. طموح مشروع لمنتخب فاز على بلجيكا، فاز على كندا، فاز على اسبانيا، واليوم يفوز على البرتغال. ونفوزوا ان شاء الله على فرنسا او الانجليز في المقابله الجايه والبطوله ان شاء الله. عندنا منتخب يقدر ياخذ الكاس ان شاء الله، وعندنا مدرب تنثقوا فيه 100%. هانئا اذا للمنتخب. اخر كلمه بالنسبه لهدف مساء الخير. مبروك المغرب. يلا احسن، هم راح يفوزوا الكاس وان شاء الله يفوزوا الكاس. إذا ها هم حيفوزوا الكاس، وإن شاء الله يفوزوا الكاس. هي كانت كلمات هذه البراءة في انتظار إذا من سيواجه المنتخب المغربي بعد اللقاء الليلة. السعادة. تفضل. نعم. نحن جد سعيدون بهذا الفوز، إنه شرف لنا وشرف للمنتخب المغربي وشرف لكل دول العرب. الحمد لله فزنا وشرفنا العرب، الحمد لله. ان شاء الله نصف نهائي مع فرنسا. إذا هذه هي الكلمات، والجميع هنا يتساءل أين هو رونالدو؟ إذا أين هو رونالدو؟ في انتظار الإجابة على هذا السؤال عثمان، نتابع الآن بورتريه لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الذي ساهم في تحقيق الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس. ابن مدينة كوربيسون بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الراسينج قبل أن يلعب في كل من أجاكسيو وتولوز. وفي عام 2001 خاض أول لقاءاته رفقة المنتخب المغربي ضمن تصفية مونديال 2002.
وليد الركراكي خاض رفقة منتخب بلاده 45 مباراة إلى غاية عام 2009، ولعل أكبر إنجاز له رفقة أسود الأطلس كان في بطولة إفريقيا عام 2004 عندما لعب دورا كبيرا في وصول المغرب إلى المباراة النهائية التي انهزم فيها أمام البلد المضيف تونس. أداؤه القوي في كأس إفريقيا جعله يكون ضمن التشكيلة المثالية لتلك الدورة، وهو ما مكنه من الالتحاق بالدوري الإسباني رفقة فريق راسينغ سانتاندير، لكنه تعرض لإصابة خطيرة قبل بداية موسم 2004-2005 أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر. وبعد أقل من 3 مواسم في الليغا عاد إلى فرنسا ولعب في كل من ديجون وغرينوبل، ليتجه وليد الركراكي بعدها نحو عالم التدريب، حيث خاض عدة تجارب ناجحة رفقة كل من الفتح الرباطي المغربي والدحيل القطري والوداد الرياضي الذي فاز معه بدوري أبطال إفريقيا، ليتم تعيينه رسميا كمدرب لأسود الأطلس أواخر شهر أغسطس آب الماضي. إذن هنيئا للمنتخب المغاربي والجميع المغاربة والعرب بهذا الفوز والتأهل إلى دور نصف نهائي في المونديال. ختام هذه النشرة الخاصة، إلى اللقاء. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفتي وضيفتكم اليوم تلتحق بنا من بوسطن بالولايات المتحدة عبر سكايب، وهي المهندسة السورية المبتكرة والخبيرة في ميدان الطاقة البديلة سيرين حمشو. أهلا بك وشكرا لحضورك معنا. أهلا وسهلا بك وشكرا على هذه الاستضافة.